السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الأعزاء. حرب الكلاسيكو أو حرب الأقدام هي تلك التي كانت بين الغارمين برشلونة وريال مدريد، بعزيمة الرجال وقتال الأبطال الذين يقدمون كل شيء للفوز ولا شيء غير الفوز. الالتزام التكتيكي وعقلية المدربين لإدارة المباراة كانت عامل حسم في هذا اللقاء. برشلونة الذي هزم ريال مدريد في مواجهتين متتاليتين، أولاهما كانت في نهائي السوبر الإسباني والثانية في كأس الملك، وها هو الآن يطيح بغريمه الأزلي ريال مدريد. بكل صراحة فريال مدريد كان غائب نهائيا على أطوار اللقاء رغم تقدمه في الشوط الأول الذي كان عن طريق كرة عكسية من رونالد أراوخو، حيث لم يتمكن تير شتيغن من سدها. ومن تلك اللحظة اختفى ريال مدريد تماما أمام الضغط الكتالوني الرهيب الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. بالنسبة للشوط الثاني بدأ برشلونة بالضغط من أول أطوار اللقاء، إلى حين أجرى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي التغييرات. بعدها تمكن ريال مدريد من الحد من خطورة برشلونة، وصار يهدد مرمى الألماني تير شتيغن، إلى أن تمكن أسينسيو من تسجيل الهدف الثاني الذي ألغي بداعي التسلل، حيث بقى دفاع برشلونة مستميتا إلى حين الدقائق الأخيرة من الوقت البدني الضائع، الذي تمكن فرانك كيسي من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة الذي حسم به المباراة ولقب الليغا. في هذه المباراة لم نشاهد خطورة الصغير البرازيلي التي اختفت تماما أمام الضغط الكتالوني والمراقبة الدقيقة لصخرة الدفاع الأوروغوايانية الذي كان غالبا ما يقطع الكرة لفيني في حالة أراد المراوغة. إذن هو كلاسيكو الأرض الذي ابتسم فيه الحظ لأصحاب الدار، إضافة إلى الالتزام التكتيكي من اللاعبين أدى إلى حصد 3 نقاط لبرشلونة الذي يمكن أن تكون ثمينة للظفر بلقب الليغا لهذا الموسم. إذا أعجبكم متابعين الأعزاء الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.